انت عمرك سألت نفسك ايه مجموع الارقام الصحيحة من واحد لحد الما لا نهاية؟ اكيد طبعا بما لا نهاية، انت هتستهبل. طب اسمع بقى الرقم بسالب 1 على 12. بالله عليك ينفع يبقى واحد مهندس قد الدنيا ويقول العبط اللي انت بتقوله ده؟ النوعية دي من المسائل اللي الجماعة بتوع الرياضيات بيسموها المتسلسلات اللانهائية. تعال بقى نحل مع بعض كم متسلسلة من النوعية دي. في متسلسلة تانية اسمها اس الفا، ودي عبارة عن 1 ناقص 2 زائد 3 ناقص 4 زائد 5 ناقص 6 وهكذا لحد الما لا نهاية. لو جمعت المتسلسلة دي على نفسها بس جمعت عليها صفر ورحلتها يمين شوية، فنتيجة المجموع ده هتكون 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 وهكذا لحد الما لا نهاية. مين دي؟ دي الاس جي اللي احنا لسه حاسبينها بنص، وده معناه ان 2 اس الفا بتساوي النص، يبقى الاس الفا بتساوي الربع. يا راجل يا مؤمن، ابقى انا عمال اجمع واطرح ارقام صحيحه من بعض وفي الاخر النتيجه تطلع ربع. مستغرب من النتائج؟ طب خد المفاجاه بقى. ايه هو مجموع الارقام الصحيحه الموجبه من 1 لحد الما لا نهايه؟ تعال نسمي المتسلسله دي اس، وهنطرح منها الاس الفا اللي لسه حاسبينها. السالب هيغير اشاره كل اللي جوه القوس، وبالتالي كل الارقام الفرديه هتطير مع بعض، ويبقى لك 4 زائد 8 زائد 12 وهكذا. لو خدنا منهم الاربعه عامل مشترك هيتبقى جوه القوس 1 زائد 2 زائد 3 لحد الما لا نهايه اللي هي برضو الاس. يبقى كده الاس ناقص الاس الفا بتساوي 4 اس، وادي بقى الاربعه اس الناحيه الثانيه باشاره سالبه، والاس الفا وديها الناحيه الثانيه باشاره موجبه، يبقى سالب 3 اس بتساوي الاس الفا، واحنا لسه حاسبين الاس الفا بربع، يبقى الاس الفا بتساوي سالب 1 على 12.